أسعدتم مساء أعزائي المشاهدين بحلقة تحت عنوان أصل السومريين، كي نعرف كل شيء عن هذا الشعب وما هو أصله. أستضيف الدكتور مهدي كاكائي الذي يحمل شهادة دكتوراه في علم البيئة اختصاص الاحتباس الحراري من جامعة بيلفاست في المملكة البريطانية، كما أنه مختص بالتاريخ والأديان الكردية. مرحبا بك دكتور كاكائي. شكرا، أهلا وسهلا، وأشكرك لإتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن أصل السومريين، وأرحب بالسيدات والسادة المشاهدين، وأأمل أن نقضي أمسية مفيدة وعن الأصل السومريين. شكرا جزيلا. الشكر لك دكتور. العنوان، نتحدث عن العنوان. سؤالي كله يتلخص بالعنوان، فتفضل مشكورا. شكرا. في البداية أذكر أن بعض العلماء الذين يؤكدون على عدم سامية السومريين، في البداية يتكلم عن بعض الأدلة والبراهين التي تؤكد أن السومريين ليسوا من الأقوام السامية، فحيث أن جميع المؤرخين وعلماء الآثار والباحثين يتفقون على أن السومريين كانوا من الأقوام غير السامية. على سبيل المثال يذكر الأستاذ طه باقر في مقدمة كتاب من ألواح سومر للمؤرخ صموئيل نوح كرامر الذي قام بترجمته إلى اللغة العربية، يذكر في صفحة 8 من هذا الكتاب ما يلي: وجل ما يمكن قوله بهذا الصدد أن من نسميهم بالسومريين في تاريخ وادي الرافتين كانوا قوما ليسوا من الأقوام السامية، بل أن لغتهم هي من اللغات غير السامية. يستطرد المؤرخ طه باقر في حديثه بأن الباحث الإيرلندي هانكس يقول بأن الخط المسماري أوجده قوم غير ساميين، بل أن هذا القوم سبق البابليين في استيطان وادي الرافتين. كما في الأسبوع الماضي في المحاضرة السابقة ذكرت بأن السومريين أتوا من حضارة غوزانا، فكان هذه الأقوام الغوتيون كانوا قد نزحوا إلى جنوب ميزوبوتاميا قبل آلاف السنين من ظهور السومريين. فالسومريين كانوا قوم أو عائلة أو سلالة من الغوتيين الذين كانوا نزحوا أو هاجروا إلى جنوب العراق، وبعد ذلك يمكن بآلاف السنين ظهرت السومريين في تلك المنطقة. نشر الباحث الإنجليزي الشهير هنري رولينسون بحثا في عام 1855 في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية، يذكر فيه بأنه اكتشف كتابة جديدة بلغة غير سامية، وجدها مدونة في الآجر وفي ألواح الطين في بعض المواقع القديمة في بلاد ما بين النهرين مثل نفر والأرسا والوركاء. في عام 1856 ذكر الباحث الإيرلندي هانكس بأن هذه اللغة الجديدة هي نوع من اللغات الالتصاقية مثل اللغة الكردية. وفي عام 1869 أطلق الباحث الفرنسي أوبرت على هذه اللغة السومرية لأول مرة. فكما ذكرت قبل قليل عن انتقال
الجوتيين إلى جنوب بلاد ما بين النهرين، حيث هنا يذكر البروفيسور الأمريكي سبايسر يقول بأن العهد الذي سبق العهد السومري على هيئة حضارة قروية زراعية يقول أدخلها الإيرانيون من الشرق، أي أسلاف الكرد الزاغروسيين. من طبعا تقع منطقة زاغروس في شرق بلاد ميزوبوتاميا. وهذا المصدر، خلي أذكر المصدر، سبايزر أفرايم، ناشر البحث في سنة 1930. اسم البحث Mesopotamian Origins, The Basic Population of the Near East, فيلادلفيا USA، أمريكا. ففي هذا يقول بأن، حتى يذكر سبايزر، يقول بأن العناصر الجوتية يعني أسلاف الكرد كانت موجودة في جنوب العراق قبل تأسيس سومر، وأسسوا بلاد سومر فيما بعد وشكلوا الحكومات فيها. يذكر كل من الأستاذ طه باقر والدكتور عامر سليمان بأنه عند هجرة الأكديين إلى شمال وادي الرافدين، يعني جنوب كردستان الحالية، في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، كان السومريين والسوباريون يعيشون هناك. طبعا سوبارتو كانت مملكة في جنوب كردستان، وكانت المنطقة تسمى بسوبارتو. يضيف المؤرخان المذكوران بأنه جاء ذكر السوباريين في النصوص المسمارية منذ عصر فجر السلالات. كما يقول المؤرخ يوسف رزق الله غنيمة بأن عالم الآثار نورمان بانكروفت يذكر بأن شمال بلاد ما بين النهرين، أي جنوب كردستان الحالي، كان موطنا للسومريين، وأن السوباريين قدموا إلى هذه المنطقة خلال مراحل زمنية متفاوتة، والمرحلة الأخيرة لهجراتهم حدثت في حوالي عام 2250 قبل الميلاد. بالنسبة هذان المصادر، المصدر الأول الذي تكلمت عنه عن ترجمة الأستاذ طه باقر، اسم الكتاب من ألواح سومر، صموئيل كريمر، ترجمة طه باقر، صفحة 356. والمصدر الثاني الذي تكلمت عنه أيضا لطه باقر، اسم الكتاب مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الجزء الأول، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، الطبعة الأولى، بغداد، سنة 1973، صفحة 120 و476. بالنسبة لعامر سليمان، اسم الكتاب العراق في التاريخ القديم، الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، صادر في سنة 1992، صفحة 119. وبالنسبة لكتاب يوسف رزق الله غنيمة، اسمه نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، مطبعة الفرات، صادر في سنة 1924. يذكر كل من الدكتور عبد العزيز صالح والدكتور محمد بيومي مهران والدكتور إبراهيم الفني بأن الموطن الأصلي للسومريين هو جبال زاغروس الكردستانية
هؤلاء كلهم باحثون عرب. بالنسبة للمصادر، الدكتور عبد العزيز صالح، الشرق الأدنى القديم، مصر والعراق، الجزء الأول، القاهرة 1976، صفحة 448. الدكتور محمد بيومي مهران، عنوان الكتاب تاريخ العراق القديم، صادر في مدينة الإسكندرية المصرية سنة 1990، صفحة 90. الدكتور إبراهيم الفني، اسم الكتاب التوراة، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان الأردن، صادر الكتاب في سنة 2009، صفحة 319. في بعض مدن شمال بلاد ما بين النهرين أي جنوب كردستان مثل مدينة آشور ونينوى تم اكتشاف آثار للحضارة السومرية، يعني اكتشفوا آثار السومريين في جنوب كردستان في شمال ميزوبوتاميا التي تعود لعصر فجر السلالات، ولا سيما الفترة الأخيرة منه. اكتشاف آثار سومرية في شمال بلاد ما بين النهرين كردستان يؤكد على أن كردستان هي الموطن الأصلي للسومريين، وأن السوباريين والسومريين عاشوا معا هناك. هذا دليل مادي على أن كون كردستان هو الموطن الأصلي للسومريين. يذكر عالم الآثار الدكتور بهنام أبو الصوف، هذا شخص عراقي، في اطروحته التي نال عليها شهادة الدكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانية في عام 1966. يذكر هذا الباحث في اطروحته للدكتوراه بأن السومريين لم يأتوا من خارج بلاد ما بين النهرين، بل كانوا في منطقة سوبارتو. سوبارتو هذه مملكة سوبارتو كانت في جنوب كردستان الحالي. وفي الحقيقة لا أريد أن أتكلم عن السوباريين. السوباريون في الحقيقة اسم جغرافي وليس اسم قوم، بل القوم الذي عاش في سوبارتو هو الخوريون الذين عاشوا هناك، بينما سوبارتو تعني منطقة مرتفعة أو منطقة شمالية، اسم جغرافي. ويضيف الدكتور بهنام أبو الصوف بأن هذا الشعب في زمن ما انتقل إلى الجنوب ونقل معه حضارته، حضارة غوزانا. ما يدعم كلام عالم الآثار بهنام أبو الصوف هو أن إنشاء حضارة زراعية متطورة واختراع الكتابة من قبل السومريين يدلان على أنهم كانوا يمتلكون أسس حضارية متقدمة قبل انتقالهم إلى جنوب بلاد ما بين النهرين. الآثار القديمة التي تم اكتشافها في كردستان تثبت أن كردستان كانت مهد الحضارة البشرية الأولى، حيث قام العالم الأمريكي البروفيسور روبرت جون بريدوت وكذلك المصدر روبرت جون برايدوت. اسم الكتاب Summary of Prehistoric Investigations in Kurdistan in Relation to Climatic Change, Arid Zone Research number 20, Change of Climate, Proceedings of the Rome Symposium, organized by UNESCO and WMO, page صفحة 251 254
صادر في باريس من قبل يونسكو في سنة 1963. فيقول قام هذا البروفيسور الأمريكي بتنقيبات كثيرة عن الآثار الموجودة في جنوب كردستان. يذكر هذا الباحث بأنه تم الانتقال من حياة الصيد إلى حياة الزراعة في كردستان في حوالي عام 6000 إلى 10000 سنة قبل الميلاد. كما أنه يضيف بأن الشعب الكردي كان من أوائل الشعوب التي طورت الزراعة والصناعة، ومن أوائل الشعوب التي تركت الكهوف لتعيش في منازل بها أدوات منزلية متطورة للاستعمال اليومي، وأن الزراعة وتطوير المحاصيل قد وجدتا في كردستان منذ 12,000 سنة، والتي انتشرت منها إلى جنوب بلاد ما بين النهرين، ثم إلى غرب الأناضول، ثم إلى الهضبة الإيرانية، ووصلت منذ 8,000 سنة إلى شمال أفريقيا ثم أوروبا والهند. نلاحظ أن الزراعة اكتشفت قبل 12,000 سنة من قبل الزاغروسيين، أسلاف الكرد الزاغروسيين، وبعد 4 سنوات وصلت الزراعة إلى أوروبا، بعد 4 سنوات من اكتشاف الزراعة في كردستان. وأيضا نقل الزراعة مع اللغة الزاغروسيين أسلاف الكرد إلى الهند وأوروبا وغيرها من الدول. يضيف هذا العالم الأمريكي بأن الكثير من المحاصيل التي نعرفها الآن كالقمح والذرة والشعير قد انطلقت من كردستان. حول الصناعة يؤكد البروفيسور روبرت جون بريدوود ومجموعته البحثية بأن الموقع الآثاري تشيانو الواقع في شمال كردستان يمكن أن يطلق عليه اسم أقدم مدينة صناعية في العالم، حيث يستخرج منه النحاس إلى يومنا هذا، كما عثر فيه على سلطان دون عليه التبادل التجاري. هذا يشير إلى أن السومريين المتحضرين كانوا من أحفاد الزاغروسيين الذين ابتكروا الزراعة والصناعة، حيث تعلموا الحضارة وأخذوا الخبرات من أسلافهم الزاغروسيين. يكشف بعض الأدبيات السومرية عن أصل السومريين. على سبيل المثال، إحدى أساطير الخلق السومرية المعنونة قصيدة المعول، التي تعود جذورها إلى بدايات ابتكار الزراعة في كردستان، حيث تقول القصيدة المذكورة بأن الإله إنليل بعد أن أسرع بفصل السماء عن الأرض عمل على خلق الإنسان الأول، فحفر شقا في الأرض ووضع بدايات البشرية في الشق. وعندما بدأ البشر بالظهور كالحشيش، هنا السومريون يذكرون الزراعة، الحشائش، وكيفية زرع القيام بزرع المحاصيل الزراعية. فهنا يكشف السومريون بوضوح عن أصلهم الزاغروسي، وأنهم أحفاد أولئك الأسلاف الذين ابتكروا الزراعة في كردستان وبنوا أقدم القرى الزراعية في العالم. الكتابات السومرية دليل آخر. الكتابات السومرية تخبرنا بأن موطن الآلهة دلمون هو المكان الذي يمنح السعادة الأبدية للإنسان بعد موته، ولهذا السبب كان السومريون يدفنون أفراد العائلة المالكة في هذه المنطقة، في منطقة دلمون، عند وفاتهم تكريما لهم للخدمات الجليلة التي يقدمونها للآلهة خلال حياتهم، حيث أن دلمون كانت فردوس السومريين. يذكر الدكتور مؤيد عبد الستار في مقاله القيم المعنون
دلمون أرض السعادة السومرية من جبال زاغروس إلى البحرين، بأن الباحث ديفيد رول في هامش رقم 1 في صفحة 241 من دراسته المعنونة ليجند يشير إلى دراسة الباحث الكبير سامويل نوح كريمر المنشورة في مجلة المدارس الأمريكية للبحوث الشرقية عدد ديسمبر كانون الأول عام 1944، والمعونة دلمون أرض الأحياء، حيث أن كريمر يستنتج من خلال نتائج بحثه المذكور بأن منطقة دلمون تقع جنوب غرب إيران جبال زاغروس. يستطرد الدكتور مؤيد عبد الستار في مقاله المذكور بأنه يتم ذكر دلمون باسمها، فالاسم دلمون مذكور باللغة السومرية آكور دلمون. آكور باللغة السومرية تعني جبل، فالسومريون يذكرون دلمون، هذه الدلمون تعادل الجنة في الوقت الحاضر، كانت جنة السومريين. ففي الألواح السومرية السومريون يذكرون جبل دلمون، فالجبل في المنطقة غير موجود إلا في كردستان، وهذا يدل على أن دلمون هي منطقة جبلية، كما هو معروف أن كردستان هي المنطقة الجبلية الوحيدة في بلاد ما بين النهرين. الملاحم السومرية تذكر أيضا بأن منطقة دلمون تقع مشرق الشمس، وهذا يشير إلى أن موطن الآلهة السومرية دلمون موجود في جبال زاغروس المشرفة على جنوب ميزوبوتاميا بلاد ما بين النهرين. يضيف الدكتور مؤيد بأنه في شرق كردستان توجد قرية صغيرة تقع بين بحيرة أورميا ونهر ميدان تدعى دلمان، والتي قد تكون لها علاقة بمنطقة دلمون السومرية. بالنسبة للغة، ملحمة قلقامش نفسها اسمها كردي، الملحمة الذي يتشبه بالجاموس كل قامش كل حتى الآن هذه الكلمة باقية في اللغة الكردية. كل يعني ضخم، نقول باللغة الكردية كالغا يعني ثور ضخم. حتى يقولون على الإنسان القوي وذات الضخم أو الجسم الضخم يقولون كالغايا، أي أنه ثور كبير ضخم. وغا لحد الآن موجود أيضا في اللغة الكردية يعني ثور. وميش كلمة ميش تعني حيوان، كالقامش يعني حيوان الثور. بمرور الوقت أصبح قامش في اللغة الكردية جاموس بدلا من الثور، حيث تم فصل قا لوحده ثور وميش كحيوان، ومع دمجه مع قا فيصبح قاميش، فأصبح في اللغة الكردية جاموس. والعرب أخذوا هذه الكلمة الكردية قاميش وحوروها إلى جاموس.
أيضا لو نظرنا إلى أبطال ملحمة جلجامش نرى أن الأشخاص البارزين في الملحمة يحملون أسماء كردية، مثلا أورنش نابي، هذا اسم الشخص الذي كان يساعد جلجامش في بحثه عن سر الخلود. اسمه يعني الملاح. لحد الآن في اللهجة الكردية اللورية يستعملون شناو للسباحة. شناو يعني السباحة. وأيضا أوتنا بيشتم، هذه أيضا كلمة سومرية، هو اسم جد جلجامش. ولحد الآن هذه الكلمة باقية في اللغة الكردية، ونقول هاتنو بيشتم، يعني جاءوا من خلفي، ويعني الخلود، الاستمرارية في البقاء. كما أن اللغة السومرية واللغة الكردية لغتان التصاقيتان، فحيث نكتب الحروف مع البعض، وأيضا ندمج كلمة أو كلمتين أو ثلاثة فتصبح كلمة مركبة وتعطي معنى مختلف عن الكلمات التي أتت منها. وأيضا شيء آخر، هذا دليل دامغ أيضا. اسم السومريين هو KNG. KNG يعني البلاد السيدة. لحد الآن أعتقد أما كي في اللغة السويدية، في اللغة السومرية تعني مكان، وجي تعني سيد. في اللغة الكردية هذه أصبحت بالعكس، كي يعني كي يعني سيد، وجي يعني جي يعني مكان. أعتقد أن العلماء المترجمين لهذه الكلمة قد مترجميها بشكل خاطئ، ولو كان عالما كرديا قد ترجم هذه اللوحة لكانت تترجمها جي ان كي بدلا من هذه الترجمة. على كل حال لحد الآن كي كاكا لحد الآن باقي في اللغة الكردية من آثار اسم السومريين. وأيضا جي جي مكان، تعني مكان باللغة الكردية الحالية. أيضا هناك تشابه بين اللغة السومرية واللغة الكردية. مثل كلمة في تقليد أصوات الظواهر الطبيعية للدلالة على الكثرة. مثلا كلمة تكتك باللغة الكردية التي هي الصوت الصادر من دق شيء ما، وكلمة خرخر التي هي الصوت الصادر من جريان المياه التي أصبحت في اللغة العربية خرير. العرب أخذوا هذه الكلمة الكردية أيضا واشتقوا منها خر التي تعني هبط أو وقع. العفو دكتور، فقط الآن سيسمعنا العرب الآن ومستقبلا، سيغضب الكثير منهم، وبخاصة المستعربون. أقول دائما والمستعربون هم الكثرة، خاصة فيما يتعلق بكل شيء خارج الجزيرة العربية. هم لديهم عندما يقولون كلمة
بأن هذه الكلمة منزلة على اسم العرب فقط، وأي شعب يستخدمها هم سرقوها من العرب، علما أن الوضع غير ذلك كما تفضلت الآن. خرخرة آفي. نعم. نعم. أنا أعتقد تعرف نشرت سلسلة من المقالات وفيها حوالي 250 كلمة كردية مأخوذة من قبل العرب، وأصبحت في اللغة العربية، وعملوا بعض التغييرات لتناسب لغتهم ونطقهم العربي. نعم، تفضل. فبالنسبة لهذه السومريين والكرد يستعملون نفس الشيء للتعبير عن الكثرة. وأيضا صوت النار قرقر أيضا هذا فرشي مكرر على غرار اللغة السومرية. فحتى العرب يعني أخذوا اسم الله أيضا من اللغة السومرية، وأيضا لها علاقة في تكرار الكلمة للتعبير عن العظمة. فال كان إلههم فكرروا للدلالة على العظمة كما شرحت الآن، فأصبح وأصبح في اللغة العربية الله للدلالة على عظمة الإله. هناك خاصية لغوية أخرى تربط اللغة السومرية والكردية. مثلا اللغة السومرية كلمة جيشتو، هذه عبارة سومرية، جيشتو، التي ترجمتها الحرفية هي ذو أذن جيدة. تستعمل اللغة الكردية نفس الصياغة، مثل دست لي هالقرتين يعني يد من الأعلى، ولكن يعني تعني رفع اليد من الشيء إلى الأعلى، معناه ترك. دست لي هالقرتين معناه واحد يترك الشيء. لكن نستعمل لهذه الكلمة دست يعني يد، هالقرتين نرفع اليد عن الشيء يعني نتركه. والسومريين كانوا يستعملون نفس التعبير الكردي. مثال آخر، الكرد يقولون تشاو لي بوشين. تشاو يعني عين، بوشين يعني غطاء، نغطي العين، التي ترجمتها الحرفية غمض العين منه، والتي تعني باللغة الكردية إهمال، يعني نغمض عيننا حتى لا نرى الشيء. وأيضا كلمة دست بسر، لحد الآن نحن نقول فلان دست بسر. دست يعني يد، وبسر سر يعني الرأس، فدست بسر يعني واضع يديه على الرأس. وهذا نقول فلان دست بسر يعني أسير، فلان أسير، التي ترجمته الحرفية على اليد على الرأس، والتي تعني أسير أو إنسان لا حول ولا قوة له. هذا يذكره الدكتور جمال
رشيد أحمد في كتاب دراسات كردية في بلاد سوبارتو بغداد صادر 1948 صفحة 25. فالكلمة الكردية متأتية كما قلت من رفع الأسير يديه إلى الأعلى عند استسلامه في الحرب. هذه الخاصية المشتركة بين اللغتين السومرية والكردية دليل آخر على أن السومريين هم أسلاف الكرد. وجدت كلمة مقطعية سومرية هي دا كار دا أوما التي وجدت على مدرجات معهد سومري يرجع تاريخه إلى 2000 قبل الميلاد. فسرت من قبل العالم الأثري دانجن على أنها تسمية جغرافية، وفسرها العالم الأثري درايفر على أنها بلاد كاردو السومرية، وحدد موقعها في جنوب بحيرة وان. وهذه المنطقة تشكل جزءا من بلاد الكرد الذين ذكرهم سترابون، وقال بأنهم نفس الكاردوخيين القدماء، وحدد موطنهم في شرق نهر دجلة وتوروس، وقال سترابون إن جبالهم تدعى جبال كردستان. فهذه القطعة الموجودة أيضا المكتشفة أيضا تشير إلى أنها كانت في كردستان. دليل آخر، السومريون قاموا ببناء معابدهم على مرتفعات، مناطق مرتفعة، وهذا أيضا دليل حتى لما انتقلوا إلى جنوب بلاد ميزوبوتاميا اشتاقوا إلى جبال كردستان، ولذلك قاموا ببناء معابد تسمى زقورات حتى يكونون جبال كردستان في جنوب بلاد ما بين النهرين. هذه أيضا دليل آخر على هذه. وأيضا كانوا يرسمون داخل معابدهم صور أشجار وحيوانات جبلية كالوعل والماعز على الأختام الأسطوانية التي كانوا يصنعونها. هذا مذكور من قبل الدكتور سامي سعيد الأحمد في كتابه السومريون وتراثهم الحضاري، مطبعة الجامعة بغداد سنة 1975 صفحة 42 وصفحة 82. فحتى وجدوا صور لحيوانات جبلية وأشجار السرو والصنوبر الجبلية، وهذا دليل آخر على كردية السومريين. دليل آخر أيضا، السومريون بنوا ممالك المدن، يعني كل مدينة كانت هي مملكة بذاتها، وهذه أيضا نابعة من خلفيتهم الجبلية، حيث في الكردستان ذات طبيعة جبلية كانت تعزل السكان من منطقة عن منطقة أخرى. ولذلك عندما انتقل السومريون إلى جنوب بلاد ما بين النهرين اعتادوا على العيش المنفصل أو المنعزل عن البعض. فكل قوم في منطقة جبلية أسست
مملكة في مدينة معينة، لم يتوحدوا، لم يؤسسوا دولة واحدة. فكما كانوا في كردستان الجبال تعزلهم عن البعض، عندما انتقلوا إلى بلاد ميزوبوتاميا أيضا نفس الأقوام انعزلوا عن البعض، وكل قوم أسس مملكة في مدينة معينة. فأيضا لهذا السبب لحد الآن أيضا هذا أحد الأسباب الرئيسية لعدم استطاعة الكرد تأسيس دولة لهم، حيث لحد الآن هذه الثقافة باقية عند الشعب الكردي. فكل عشيرة، كل قبيلة، كل قوم في منطقة معينة يريدون الاستقلالية، وأيضا كسكان الجبال حيث كانوا أحرار في الجبال مع مراعيهم مع زراعتهم. لذلك نرى الكردي لحد الآن يحب الاستقلالية والحرية، ولا يأتمر بأوامر زعمائه، باستمرار يتمرد. وعلى هذا ودليل أو انعكاس لهذه الظاهرة نرى انشقاق الأحزاب الكردية باستمرار. واحد لا يقبل الثاني، ولا يقبل أوامر الثاني، ولا يقبل رأي الآخر. مرضنا قديم. هذه طبعا ثقافة لها خلفية تاريخية قديمة. أيضا دليل آخر على كون السومريين أسلاف الكرد، فتبين لبعض العلماء هناك تشابه بين فخار سومر وفخار حضارة غوزانا الأقدم في كردستان. فحيث الفخار الذي صنعه السومريون يشبه تماما الفخار الذي كان يصنع في حضارة غوزانا، بالإضافة إلى صور للماعز الجبلي والغزال ذو القرون التي وجدت في المواقع السومرية، وهي حيوانات تعيش في جبال كردستان. وحتى أن بعض العلماء يقولون أن كثير من أسماء المدن السومرية هي ليست مفردات سومرية وإنما سومرية. فمثلا الدكتور سامي سعيد الأحمد في كتابه السومريين وتراثهم الحضاري، منشورات الجمعية التاريخية العراقية، مطبعة الجامعة بغداد، سنة 1975، يقول بأن أسماء المدن السومرية أور، أريدو، أوروك، سبار، لارسا، لقش، كل هذه الأسماء ليست سومرية بل سوبارية. طيب من أين جاءت هذه الأسماء السوبارية لو كانوا لم يكن يعيشون في كردستان معا؟ لأن السوباريين لم ينتقلوا إلى جنوب العراق الحالي بل بقوا في كردستان. وهذا يعني بأن السومريين أخذوا هذه الأسماء السوبارية عندما كانوا يعيشون معا في كردستان. وحتى يقول الدكتور سامي سعيد الأحمد بأن مفردة باتيس
التي تعني الملك باللغة السومرية. هذه الكلمة أيضا مأخوذة من السوباريين، وهي كلمة سوبارية. الآن في نهاية هذه المحاضرة سأقتطف بعض المفردات المشتركة بين السومرية والكردية، لأن هناك مئات المفردات المشتركة، ولكن أكتفي بمفردات قليلة. الآن نأتي إلى مفاجأة كبرى. الآن انتهيت أنا من إثبات أصل السومريين، ونأتي إلى معلومة جديدة ومهمة جدا تتعلق بالسومريين. فكان هناك في وسط لندن كانت هناك بناية يمتلكها العراقيون في التسعينات من القرن الماضي، سنة 1990 1999. فكانت هذه البناية العراقيين، يعني ملك للعراقيين، اشتروا هذه البناية وجعلوها ملتقاهم، يلتقون هناك، وأيضا تلقى محاضرات فيه. وكان هذه البناية سموها ديوان الكوفة، هذه البناية في وسط لندن. فكان أحد العراقيين الذين كانوا يزورون هذا الديوان العراقي هو السيد فائق الشيخ علي. فهذا الآن أعتقد قناة تلفزيونية اسمها قبس، أعتقد قناة كويتية. فلحد الآن هذه القناة مستمرة بتسجيل حلقات مقابلات مع السيد فائق الشيخ علي. في الحلقة 37 من هذه السلسلة من المقابلات التلفزيونية، طبعا هذا الفيديو أرسله لي الصديق الأستاذ عادل كاكي، فأشكره على إرساله هذا الفيديو المهم الذي يتحدث فيه السيد فائق الشيخ علي. ففي هذه الحلقة يذكر هذا الشخص بأنه تم إلقاء محاضرة في ديوان الكوفة من قبل العالم المصري أوكاشا الدالي، عالم في الفرعونيات، مختص بالفرعونيات. فألقى محاضرة في هذا الديوان في لندن في سنة 1999. أكد هذا العالم المصري أن آلاف السومريين هاجروا إلى جنوب مصر قبل 5000 سنة، ويأتي بالأدلة التالية على هجرة السومريين إلى مصر. يقول هذا العالم بأن المراكب المصرية المستخدمة في النهر، رموز المصريين هو رأس المركب يكون رؤوس الحيوانات الأليفة. كانت رؤوس المراكب التي يركبوها الفراعنة كانت رأس الكلب أو قطة عند المصريين، يعني يصنعون رأس المركب على شكل رأس كلب أو قطة.
لكن عند انتقال السومريين إلى مصر بدأوا يستعملون رأس الأسد ورأس الثور. هذا رأس الأسد والثور ما كان موجود عند الفراعنة. هذه ظاهرة جديدة نقلها السومريون إلى مصر. الدليل الثاني لهذا العالم وهو مصري، يقول المصريون كانوا يزرعون القطن والكتان في مصر في ذلك العهد، بينما لم يكونوا يزرعون الحنطة والشعير والرز. السومريون نقلوا بذور الرز والحنطة والشعير معهم وبدأوا يزرعون هذه المحاصيل الزراعية في مصر. يقول هذا العالم أن الأهرامات المصرية هي سومرية، فيقول أنها تصميم سومري. يقول بأن السومريين عندما انتقلوا إلى مصر قاموا بدفن موتاهم على شكل زقورات، فحفروا حفرة بعمق 10 أمتار، وثم وضعوا الموتى على شكل طبقات تحت الأرض إلى أن وصلت إلى سطح الأرض. فلما الفراعنة رأوا مقابر السومريين فقالوا طيب أنتم تدفنون موتاكم تحت الأرض، فنحن نريدها فوق الأرض. فبدأ الفراعنة يدفنون موتاهم اعتبارا من سطح الأرض ونحو الأعلى، وهذه صارت الأهرامات التي نراها اليوم. فإذا فكرة الأهرامات مأخوذة من السومريين، حيث أن السومريين الحضارة السومرية سبقت الحضارة الفرعونية بحوالي 1000 سنة. وأيضا يقول هذا العالم المصري بأن السومريين أيضا نقلوا إلى المصريين حرف ج، حيث لم يكن لهم ج، وإلى الآن المصريون ينطقون الجيم ج، فبدلا يقولون جمال يقولون جمال، وجميل جميل. فهذا الحرف ج هو الحرف السومري المنقول إلى مصر. فهذا العالم يقول قبل انتقال السومريين إلى مصر كان المصريون يستعملون حرف الجيم بدل ج. وأيضا نقل السومريون ثقافة سيئة أيضا إلى المصريين. يقول هذا العالم أن السومريين نقلوا أيضا ثقافة الثأر والانتقام. لم تكن هذه الثقافة موجودة عند المصريين فيما قبل هجرة السومريين إلى مصر. فنقل السومريون ثقافة الانتقام والثأر أيضا إلى المصريين. في نهاية هذه المحاضرة أذكر بعض المفردات المشتركة السومرية، وهذه فقط مقتطفات. فمثلا بالسومرية يعني ما، أو باللهجة الكرمانجية الشمالية آبزو باللغة
السومرية آفزي ميناء العمق. آر ما هذا نفسه بالكردي وفي السومري. آبين آسن بالكردي أصبح آسن يعني محراث حديد. آشوكاني لحد الآن آشوكاني موجودة في غرب كردستان، أو نحن أيضا نستعمل أيضا سركاني رأس العين عند النبع. آن باللغة السومرية، باللغة الكردية آن صارت آسمان السماء. آن إله السماء. آن باللغة السومرية أب أو باللغة الكردية يعني هو هي. أرض يعني أرض. هذه الكلمة أيضا مأخوذة من عندنا من قبل إخواننا العرب فجعلوها أرض. أسير كلمة سومرية وأصبحت في الكردية أسرين، البكاء وظرف الدموع. أسر يعني الدموع. أنبار يعني مستنقع ومخزن. لحد الآن نحن نستعمل أنبار. أش هذه كلمة يعني هشت 8. هشت. أنتن زستان الشتاء. أور نامة رسالة أور. فهم نمو يعني رسالة باللغة السومرية، بينما باللغة الكردية أصبحت نامة بدل نمو يعني رسالة. أوري يعني اليوم. أمرو. أوري تحول في اللغة الكردية إلى أمرو. أمينا مينتي يعني تعب. بار يعني روبار يعني ماء الساقية نهر. باران يعني نفسه بالكردي والسومري باران يعني مطر. بالا نفسه باللغة السومرية واللغة الكردية. هذه بالا يعني ذراع. يعني قبل 50 سنة كانوا لا يستعملون المتر، كانوا يستعملون ذراع كقياس طول. بالا يعني ذراع. لحد الآن نستعمله. بن باللغة السومرية، بند باللغة الكردية يعني عبد. بندة يعني عبد. برا نفس الشيء باللغة السومرية والكردية يعني أخ. بابينجا صار باللغة الكردية بابيرة يعني جد. بابيرة. تور باللغة السومرية تور نفسها بس تورغا أصبح في اللغة الكردية تورغا يعني حظيرة الحيوانات. فتور هي نفسها تور بالكردية، لكن عند الكرد أضافوا غا يعني حظيرة الثور. غا. جي هنا صحيح كلامي عن شو اسمه جي يعني الأرض مكان. نفس الشيء جي. تشياسور يعني جبل. تشياسور نفسها الجبل الأحمر. دا باللغة السومرية دا يعني دس يد.
دار يعني شجرة باللغتين السومرية والكردية. دبشار هذه أيضا كلمة سومرية. ياري شار يعني رئيس البلد، بلدة أو أميرها. دوك جندوك يعني جرة كبيرة، جرة الماء الكبيرة. دو يعني دواء، دواء يعني التحدث، دواء فلان دواء يعني فلان تحدث. لحد الآن نستعمله. ديبسار نفيسار يعني كاتب، ديبسار نفيسار كاتب. دي باللغة السومرية أصبح في الكردية داخ يعني حار. ديد ديدو يعني اثنين، ديدو. دينجار دين يعني باللغة السومرية كانوا يستعملون دينجار يعني دين. فاللغة أيضا هذه الكلمة أخذها العرب أيضا منا، ولحد الآن مع الأسف كثير من الكرد يستعملون آين تجنبا لاستعمال الدين، بينما الدين كلمة كردية أصيلة، والعرب أخذوا هذه الكلمة الكردية. ولذلك أنا أستعمل في كتاباتي الكردية كلمة دين، لأن هذه الكلمة هي ملك وثروة اللغة الكردية، وليست كلمة عربية. هم أخذوها، وإذا هم العرب أخذوها لماذا نحن نهجرها؟ هذه ثروتنا اللغوية. صحيح. راست نفسها، راست يعني استقامة باللغة السومرية. زو زانين يعني معرفة. ساركاو سرككا يعني رأس الثور. ساك سلك يعني رأس ساك. سانغا يعني سانغا باللغة السومرية، باللغة الكردية صايرة سوندغا يعني معبد، محل التقديس. سبا يعني شيفان يعني راعي، سبا. سيبا سبان يعني حارس. شش يعني هم بالسومرية يقولون، كانوا يقولون ششة يعني 6 شش. كار نفسه، كار باللغة السومرية واللغة الكردية كار يعني عمل، شغل. كاكا نفسه الأخ الكبير، وهم أيضا السومريون كانوا كاكوات. كال يعني كال عجوز مسن. كالغا قبل قليل تحدثت عنه، يعني أيضا نقول كالغا يعني قوي، بطل. غور يعني كور باللغة من اللغة السومرية أصبحت في اللغة الكردية غور يعني عمق أو قبر. غور فلان. كو يعني جبل. لحد الآن نحن نستعمل كو أو كو باللغة الكردية كاسم جبل. كوم أصبح في الكردية قوم يعني بركة، قوم آب يعني بركة ماء. قا نفسه باللغة الكردية والسومرية يعني ثور. قل يعني شعب، حتى السومريين كانوا يستعملون قل، وأيضا في الكردية قل. فأي شعب من الشعوب تشترك
مع السومريين غير الكرد. ليس هناك شعب يشترك مع السومريين غير الشعب الكردي. لكن مع الأسف العلماء الذين درسوا وبحثوا في الحضارة السومرية واللغة السومرية لم يكونوا يعرفون اللغة الكردية، وإلا كانوا مباشرة يقولون أن السومريين هم أسلاف الكرد، وأن اللغة الكردية هي امتداد للغة السومرية. لكن مع الأسف لا يستطيع إثبات هذا الشيء غير العلماء الكرد الذين يتقنون اللغة الكردية. قشتو يعني قشتي، جميع، يعني عام. جو يعني ضفاف النهر. لالوكال يعني الرجل العظيم. لالو كل يعني عظيم كما قلنا. لو لحد الآن بعض اللهجات الكردية يستعملون لو بمعنى رجل. مو يعني من، أنا. موش يعني نستعمل ميش، يعني ذبابة لحد الآن. نانا يعني جدة. هذه الكلمة أخذها من الأتراك ويستعملون نانا أيضا. هذه الكلمة كردية دخلت اللغة التركية فيستعملونها أيضا الأتراك. نوموزو نازاني يعني لا يعرف. نيندا يعني نان، يعني خبز. نيندا. ها دا يعني 10. ها الهاء متحول في اللغة الكردية إلى دال. دا باللغة السومرية ها دا. يانا باللهجة الهورامية يانا تعني بيت. وأيضا اللهجة الكرمانجية الوسطى السورانية أخذوا هذه الكلمة المفردة الهورامية واستعملوها بمعنى نادي. فالآن في جنوب كردستان وشرق كردستان يستعملون يانا بمعنى نادي الرياضي، نادي أي نادي آخر، نادي ثقافي. فيانا تعني نادي، وهو بالأصل كلمة سومرية. أيضا تعني بيت، ولكن الآن تستعمل في كردستان بمعنى يانا. انتهيت من محاضرتي، وأشكركم لحسن سماعكم. وإذا هناك، في الحقيقة ليست هناك علاقة بين الآشوريين والسومريين، لكن أنا عندي دراسات وسبق لي أن نشرتها. هناك علاقة بين الآشوريين والسوباريين الخوريين. في الحقيقة الآشوريين القدماء والأشخاص الذين يدعون بأنهم آشوريين في الوقت العاصر
الآشوريون القدماء والآشوريون الحاضرون كلهم كرد. المملكة الآشورية بناها السوباريون، وحتى اسم الآشوريين جاء من اسم آسور، الإله السوباري، يعني اسم الآشوريين واسم مملكتهم اسم أسلاف الكرد السوباريين الخوريين. وأيضا لماذا أقول أكتب بالإنجليزية؟ حتى يعرف العالم تاريخ الصحيح للشعب الكردي. حتى مملكة آشور بناها السوباريون، وحكموا أكثر من 1000 سنة، إلى أن استطاع الأموريون القادمون من صحراء سوريا الحالية واستطاعوا الاستيلاء على الحكم. ومدة استيلائهم حكمهم استمرت أقل من 700 سنة. باقي التاريخ الآشوري تاريخ كردي. وبعد سقوط الإمبراطورية الآشورية، الأموريين الباقين الذين بقوا في كردستان ذابوا في الشعب الكردي. يمكن الآن أنا وأنت في دمائنا جينات آشورية. هم كانوا أقلية، لأن تعرف أنت الآن مهاجر إلى ألمانيا، فالكرد أقلية في ألمانيا، والألمان هم الأكثرية. نفس الشيء بالنسبة لكردستان. الأموريين هاجروا إلى كردستان، إلى الكردستان كانت ليست خالية من البشر. ولذلك عندما هاجروا إلى هناك الأموريون كانوا أقلية، وأكثرية والغالبية السكان كانوا كرد. وبعد زوال إمبراطوريتهم وزوال حكمهم بقوا في كردستان وذابوا في الشعب الكردي. ولذلك أما بالنسبة للآشوريين الحاليين الذين طبعا ليست لهم أي علاقة بالآشوريين القدماء، الآشوريون الحاليون هم نصاطرة مسيحيين من منطقة هكاري، جلبهم الإنجليز لقمع الثورات الكردية بعد الحرب العالمية الأولى. أما بالنسبة للسوريان، فطبعا السوريان الحاليين ليست لهم علاقة بالآشوريين، بل كما قلت سوريا أيضا اسمها متأتي من الاسم الإله السوباري آسور أو سوريا. أيضا الاسم الإله كان سوريا. وهؤلاء السوريان بسبب أنهم عاشوا في سوريا فأطلقوا عليهم اسم سوريان نسبة إلى سوريا، وسوريا نسبة إلى اسم سوريا الإله الكردي. لذلك السوريان أيضا ليست لهم علاقة بالأقوام القديمة، فقط لأنهم سكنوا في سوريا ومجموعة مسيحية فأطلقوا عليهم اسم السوريان نسبة إلى اسم سوريا لا غير. شكرا. الشكر لك
دكتور، كلمة أخيرة تريد أن تقولها قبل نهاية الحلقة؟ أشكرك وأشكر جميع المستمعين والحاضرين، وأأمل أن تكون المعلومات التي قدمتها مفيدة، وأشكرهم جدا على حضورهم، ونأمل أن نلتقي ونتحاور في الأسابيع القادمة. شكرا جزيلا لك ولكافة السيدات والسادة الذين كانوا معنا. شكرا. هم سمعوك الآن. أنا أيضا أشكرهم جزيل الشكر منذ أكثر من ساعة وهم معنا، وأتمنى عليهم أيضا الاهتمام بهذه الحلقة جيدا، نشرها بين الأصدقاء كي يعرف الكرد، كي يكون لهم دليل عن أصل السومريين. لكم جزيل الشكر أعزائي المشاهدين. الشكر الخاص. كلمة من فضلك ذكرتني بهذا الشيء، وأأمل بعد هذه المحاضرة أن لا يشكك الكرد بكردية السومريين، أو بل يثقوا بأنفسهم أنهم بنات وأبناء حضارة راقية. اللغات الهندو أوروبية منبعها كردستان، الحروف اكتشفها أسلاف الكرد، الموسيقى، النوتة الموسيقية أيضا أول نوتة موسيقية اكتشفها وضعها الخوريون. وأقبل في إحدى الحلقات عندي هذه المقطوعة الموسيقية الخورية التي عمرها أكثر من 2400 سنة، أبعثها لك حتى يسمعها في إحدى الحلقات، يسمعها الناس. موسيقى عمرها أكثر من 2400 سنة. فيجب أن نثق بأنفسنا ولا نشكك بأنفسنا وبحضارتنا بلغتنا. نحن أعرق شعب في العالم. شكرا لك، وأنا بانتظار أن ترسل لي هذه الموسيقى. بالتأكيد لدينا حلقات كثيرة معك نستفيد منك، والمشاهدون أيضا يستفيدون. في المستقبل أيضا سيستفيد الكثير من الكرد من معلوماتك القيمة، ونتأمل من الله أن يرى كتابك النور قريبا، وخاصة باللغة الإنجليزية، وأن يتم توزيعها كما قلت كهدايا على الجامعات الغربية. في نهاية الحلقة أعزائي المشاهدين، باسمي واسمكم أيضا سوريا سيدو تعلق وتكتب يعطيكم العافية، الله يعافيك. وباسمي واسمكم أشكر الدكتور مهدي كاكائي على هذه الحلقة المفيدة والممتعة، على أمل اللقاء في يوم الخميس القادم بإذن الخدا مع الدكتور مهدي كاكائي، وعن الكلمات الكردية التي اقتبسها العرب. زور سباس دكتور. شاينينيه خوش بيك بجي شب باش. باش على خير. خدا حافظ. خدا حافظ.